سؤال كمان طيب، دلوقتي إحنا اتفضلي. كنا بنقول ما ينفعش إن أنا أقعد أقول إن أنا باعرف أعمل أكتر من حاجات مع بعض، تمام؟ فلو voice over ماشي voice over بس بلهجات، طب أنا دلوقتي لمّا باجي أسجّل باحب أوي إن أنا أسجّل حاجة أنا كتبتها، فأنا لو عايزة أعمل على upwork الحاجة دي، يعني باقول أنا هاكتب لك الscript وهاسجّله لك، فده ممتاز. كده في تعارض إن أنا بابقى باعرض إن أنا لأ، كاتبة محتوى وvoice over؟ لأ، ما فيهوش تعارض خالص. خلّينا نقول إن في كام keyword كده لمّا يتحطّوا مع بعض ما فيهمش مشكلة. هم بيسموهم حاجة اسمها creative content. كل اللي إحنا بنقوله ده تحت بند عند upwork اسمه creative content، اللي هو فيه الvoice over video آه، آه، editing والsound editing والcopywriting والtranslation. في ناس بتقول لك أنا إمم، إمم، هاترجم وأعمل copywriting وأسجّل، ودي ناس ناجحة فمش جدًا مشكلة هو على كده، كده upwork. في الحتة. ما فيش مشكلة ما آه، دام أنتِ بس ما تروحيش مثلًا من creative content تروحي لmarketing or sales، تروحي لvirtual آه، assistant، تروحي لaccounting. فهمتِ؟ تمام. كل ده تحت الhub بتاع الcreative content أو الmedia content. إنما هنروح لحاجة تانية برمجة مثلًا، لأ طبعًا. هنروح لحسابات، لأ طبعًا. هنروح لمساعد افتراضي أو حاجة، لأ طبعًا مش هينفع. فما دام إحنا تحت نفس الumbrella دي ما نخافش.